الحمد لله فالق الحب والنوى، جاعل الظلمات والنور، فاتق السماوات والأرض، وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. أما بعد، فإني أتوجه إليك يا سلمان بن عبد العزيز بأمر بعد أن أفسدت في الأرض واستخدمت مقدرات المسلمين ضد المسلمين، استخدمت منابر المسلمين ضد المسلمين، استخدمت الحرم الشريف المكي والمدني فقط من أجل خدمة أعداء الدين من صهاينة وأمريكان غربيين باسم هذا الدين. ومن ثم قتلتم حجاج بيت الله، ضيوف الرحمن قتلتوهم وضحيتم بهم كما يضحى بالأنعام في صباح يوم عاشر، استهزاء بالمسلمين واستخفافا بحرمات الله وبشعائر الدين. أتوجه لك يا سلمان بأمر بأن ترفع يدك عن مكة المكرمة. مكة المكرمة بلدنا وبلد أسلافنا وأجدادنا ومحط رسالتنا وموضع مولد جدنا صلى الله عليه وآله وسلم. وأن ترسل، تدري ليش تتكلم معاك أنت يا سلمان؟ أنت أساسا ما تفهم لغة عربية فصحى، تتكلم معاك فصحى ليش؟ خلي نتكلم معاك بلغتنا الدارجة. ترسل معنا بني هاشم، وكل هاشمي شريف حسني وحسيني يبي يجي لمكة يجي طرق عن خشمك وعن خشم أكبر كبير في ذا البلد، ما فيها كلام، بدون مضايقات وبدون تأشيرات وبدون أي هرج فاضي. حنا اللي نحدد من هو الشريف وغيره، ما هو أنت بعد. سرحت ومرحت في الدنيا، ما حد قال لك لا. حذرتك قبل أنت والدب الداشر ولدك محمد، وقلنا لكم بقول لين، جيناكم بقول لين وقلنا لكم اتركوا الحرب، ووقف الحرب وجاكم المطر وقمتم تتضرعون، وسبحان الله من راحت عنكم الأمطار وإذا في غيكم تعودون، ومستمرين في تآمركم على شعب اليمن وقتل أطفال اليمن. مالك كبير يا بن سعود؟ ما في أكبر منك؟ لا، حنا أكبر منك، أكبر منك سواء على الأرض ولا في البر ولا في البحر ولا في الجو، وبرب العالمين أكبر منكم من غيرك. والحين أنا ما ودي أطول الهرج ولا ودي أكثر الكلام، الرسالة أوصلتك. واسمع يا خالد الفيصل يا اللي قتلت الحجاج، والله إننا نقتص منك، والله إننا نقتص منك، والله ما تقعد في ذا البلد إلى إن نقتص منك يا خالد الفيصل. زعمت انك بعد ما غيرت المسله الفرعونيه، بعد ما غيرت نصب الشيطان، غيرت نصب الشيطان، جاينا ذا الحين الان جاي تزعم انك انت ايش تبي تسوي؟ ها، تبي تلطم الشياطين بعد ما حطيتم جدار، شلتم الرمز وبنيتوا على الماسوني وبنيتوا الفيصليه، عماره الفيصليه اللي انت بنيتها على نفس الشكل، على نفس الشكل الماسوني، شكل المسلم، ومن ثم حطيت الهرم فوق. يعني الموضوع انك انت لست بغشيم، ما انت بجاهل عن هالرمزيات وهالاشكال، غيرتها وجعلت جدار، ومن ثم زعمت انك انت رايح تحج وتسببت في مقتل حجاج بيت الله. وش سويت؟ رحت ترجم ومصور نفسك وانت ترجم، صح؟ طيب يا خالد الفيصل، انا احاكيك، انا اقتص منك، انا اقتص منك، بس اصبر والله ان تصبر والله العظيم ان يسمعون خبرك الا ان يحدث الله امره. والشيء الثاني اللي انا ودي اقوله لهذا الشعب السعودي اللا سعودي، اولا ما انتم سعوديين، هذه اسره دخيله دخلت عليكم وارتكبت المجازر في اجدادكم، وانتم الكلام ده يمكن ما تعرفونه وكتب التاريخ تخفيه.
وكانوا يغنون يقولون هبت هبوب الجنة وينك يا باغيها، ليقتلوا المسلمين. هبت هبوب الجنة في قتل المسلمين وإبادتهم، ومن ثم زعموا أن الحكم لمن؟ لعبد العزيز. طيب يا عبد العزيز ماذا فعلت يا عبد العزيز؟ سميت المسلمين باسمك، نسفت تاريخهم، صار يقال عنهم السعوديين، ولا في واحد منهم يعرف وش معنى كلمة سعودي. لو تسأله تقول له أنت قبل 100 سنة وش كانوا أجدادك؟ قال مدري. ما أنتم سعوديين يا حبيبي أنت وياه. نعم أنتم أبناء الجزيرة العربية، أنتم أبناء الحجاز، الحجاز بمقدساته، الحجاز المقدس. نعم أنتم أبناء الحجاز ونجد، أبناء الشمال والجنوب، أبناء الشرق أو الحسا مثل ما تحبون تسمون. أكلمك يا ابن سعود وأنا في وسط ديارك. تبي تقولون أشجع سعودي؟ قولوا، ما يعنيني. اللهم إني أنا شخص مؤمن بالله سبحانه وتعالى ولا أخشى إلا هو. جيزي من جيز أهل اليمن، جيزي من جيز هارون، وما تدرون من هو هارون؟ السيد عبد الملك الحوثي. نعم أنا موسى وهو هارون، هو وزيري وحاكمكم بإذن الواحد الكريم. عموما لن نطيل، ما نبي لي يكتب أوراق ويقعد يصفف الكلام، لا أبي أرتجل. شوفوا يا جيش سعودي، الآن أنتم تدكون دك في جيزان وفي نجران، تدكون دك في عسير، وجالسة تسقط المدن مدينة تلو الأخرى. ونحمد الله سبحانه وتعالى أن جعل في ناس المؤمنين مني وشرواي غيري هنا ولا في اليمن من السيد عبد الملك وغيره، ولا كان أصابتكم معرة. وأنا هذا أحذركم والله العلي العظيم إن أحذركم أن تصيبكم معرة من أهل اليمن. والله العلي العظيم إني أحذركم أن تصيبكم